معيش ارقام لحد. لا حول ولا قوة الا بالله. والله في حالي ومالية ده، ولا اتصل ولا رنت ولا دوست على ايميل ولا دوست على اي حاجة ولا عملت اي حاجة. مش عارفة اتاخدت ازاي، والله ما انا عارفة. لا حول ولا قوة الا بالله. سنتين راح. اعمل ايه بس يا رب؟ لا حول ولا قوة الا بالله. مش عارفة، ومش عارفة اتواصل مع حد يتواصل معايا خالص، ولا عارفة اتواصل مع حد. اروح للبيت يا عم مجيد. لا اله الا الله. مش عارفة في اي شغلانات خالص. انا بنزل الفيديو بتاعي وخلاص. لا اله الا الله. لا اله الا الله. مش عارفين نعمل حاجه. انا ما اعرفش في اي حاجه خالص، ولا اعرف ازاي قناه بتتحذف، ولا اعرف اي حاجه بتتعمل في اي قناه. واتظلمت في القناه التانيه واتظلمت في القناه دي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. ليه كده؟ ليه انا ما عملتش حاجه في حد بتأذى؟ ليه كده؟ مأذية بقالي 3 شهور. حسبي الله ونعم الوكيل. كل حاجه وقفت عندي. انا عملت المشكله دي حصلت لي من شهر، وعملت القناه التانيه بديله برضه. الناس ما سابتنيش في حالي برضه، والقناه اتسرقت. لا اله الا الله. دي اعمل ايه؟ ماليش معايا اي ارقام لحد. لا حول ولا قوة الا بالله. حد يساعدني، لو حد يقدر يساعدنا يا جماعة يساعدني. انا ما اعرف اي حاجة والله العظيم. اي حاجة في اي، ما اعرفش حاجة. ما فيش حاجة. سيبني يا محمد. الشغل دي ربنا وقدام اللي مولى عظيم هتروح بقى فين؟ انت ولا هي اللي سرقتي؟ يعني خليكها تسرقيه وهتشتغلي بيه، بس هتودي فلوسها فين؟ هتقابلي ربنا فين؟ قولي لي كده، قول لي كده، بتسرق حاجه غيرك ليه؟ اولا يعني دي واحده مجاهده بقالها 5 سنين شغاله في الموضوع ده، على ما طلعت ووقفت على رجليه تيجي انت تاخدي حاجه مش بتاعتك؟ ازاي دي يعني؟ ما ينفعش، حرام. يقدر يساعدنا يا جماعه، اللي يقدر يساعدنا بفضل ربنا وبعينكم وبحياتكم كده توقفوه. حاجه بص في حرام عليكم تاخدوا شقه الناس، حرام عليكم. قلت لك القناه اتحذف عليها الفيديوهات كلها. اللي سرقها واحد اجنبي يا حلمي. اجنبي ربنا يولع فيه. ما كان ما هو قاعد، اللي كان اجنبي ربنا يولع فيه، او كانت اجنبيه ربنا يولع فيه. ازاي يخش على قناه واحده شقيانه غلبانه بتجري على اكل عشاء لعيالها والبت يسرقها بعد 4 سنين بعد تعب؟ ايه هيروح بقى فين؟ هيروح فين؟ عندي مش خايف من الكورونا؟ مش خايف من حاجه تخبطه عربيه ولا يجرى له حاجه؟ حرام الناس بتتعب يا جماعه والله. ويمين الله الفيديو اللي بيطلع دي والاكل اللي بيتعمل دي بيتكلف بفلوس. الناس مفكره للناس القناه دي بتقبض ببلاش. ويمين الله كل الناس تعمل، كل الدوله تعمل قناه. تعرفوا ازاي القناه بتقبض ازاي؟ ويشوفوا بيتعبوا بقد ايه. الطبخه اللي الناس بتبص عليه، او الناس بتبص على الاجر اللي بيجي يشتغل ويعرف بياكل ايه وبيشرب ايه وبيصرف ايه. اللي كان بيصرف قبل ما يعمل القناه 5 جنيه هيعرف القناه بتصرف ايه. حرام عليه الحاجه. ينبكوا صواب، حد يرجع قناه زاهيه ده ابوه. بس بجد هي بتفهم في المواضيع دي كويس.